انا مش فاهمه الرجاله في مصر بقوا عاملين كده ليه. بقيت ممتعه، بقيت نطع، بقيت نطع، بقيت قليل الذوق. ما عادش عندك نخوه. واوعى تفتكر النخوه قصدي بيها ان انت تقول لمراتك البسي طرحه، اتنقبي، اقعدي في البيت. بقيت نطع، بقيت نطع. قصدي بالنخوه اللي هي قله، اللي هو الذوق، اللي هو الذوق الطبيعي اللي كان موجود زمان. لو انت عادي دلوقتي جدا تشوف واحده واقفه في الاتوبيس وانت قاعد زي النطح، سايب الست دي، سواء ست كبيره او ست صغيره او بنت ايا كان حالتها الصحيه عامله ازاي، انت عادي جدا بالنسبه لك هي تفضل واقفه كده في وسط الرجاله، ويفضل الاتوبيس رايح وجاي بيها. انتوا طالبين مساواه، خلاص وقفوا، انا ظهري واجعني اصلا. عادي جدا تسيبها ما تقومش. كان طبيعي زمان، كان تلاقي على طول ايه، واحده واقفه، الراجل اي حد راجل او اي حد قاعد بيقف ويقعد الست دي او البنت دي. ده كان الطبيعي. كان الطبيعي زمان برضو ان انت دلوقتي لو انت كنت سواق مثلا ولا حاجه، واحده معاها شنطه تقيله، كرة شنطه تقيله، بتفتح لها شنطه العربيه وبترفع شنطه العربيه، تدخل حاجه جوه شنطه العربيه. بقى ده دلوقتي تقيل برضو، بقى كمان بقى ضمن النطع بتاع البيت بتقول لها افتحي، تفتح لها الشنطه من ورا وتقول لها ده ارفعيها انت. مش قادره ترفعيها. بقت قله الذوق متناهيه. ما عادش عندكم نخوه، ما عادش عندكم دم. بقيتوا بتفتروا على صحتكم. انتوا كده ايه الفرق بينكم وبين اي ست؟ مفيش فرق. انت بتفتري على صحتك. انت مش انت قادره تقفي قفي، انت مش قادره تشيلي شيلي. لو ست كبيره او اي حد او اي بنت نازله من الميكروباص او نازله من حاجه، الطبيعي كان اي رجاله بيشناولوها الحاجه التقيله دي بيدوها لها وهي نازله. لكن دلوقتي لا، قله الذوق. لا، انت ما قفلتيش الباب وراكي ليه؟ انت عامله نفسك متكبره علينا. انت عامله نفسك مش عارفه ايه، ما تقفلي الباب وراكي، تبقى شايله يا عيني شنط تقيله. لا كمان ايه، ما بيناولهاش وكمان يقول لها لا ما تقفلي الباب وراكي. انا مش فاهمه رجاله ايه دي. انا ما شفتش تقريبا في حياتي غير راجل واحد تقريبا، راجل واحد من قريب الحمد لله، شاف بنت شايله حاجات كتير راح ناولها لها وراح وصلها لحد البيت وخلاص مشي، راح لطريقه وراح لحاله. ده كان نادر طبعا، ده كان تقريبا يعني في صيف كده، هو جاي من كون تاني يعني. لا لا، بس في رجاله محترمه، بس للاسف بقت نسبه قليله دلوقتي. كان زمان كتير رجاله محترمين وعندهم نخوه، لكن النسبه دي بقت كتيره جدا، بقت ظاهره. ده في كمان رجاله كمان، يعني مش بس بالبنت بتبقى واقفه، لا كمان انا شفت برضه في موقف ان واحده راكبه من اتوبيس، راكبه اتوبيس قصدي راكبه قطر. شفت موقف واحده راكبه قطر وحاجزه تذكره ولقت راجل قاعد مكانها، والراجل ده اصلا مش حاجز تذكره ولا ده مكانه، بس بيتخانق معاه ان هو مش هيقوم من المكان ده، ولو عملت ايه انا مش هقوم من المكان. يعني هو اصلا لو ده مكانه وهو شافها واقفه، المفروض واقفه، المفروض هيبدل او هيقعدها مكانه شويه كده، على الاقل واجب يعني، هقعدها شويه واقف شويه اي حاجه. اهم حاجه مش هسيبها واقفه بالطريقه دي. لكن انت اخد مكانها وبتحلف كمان ان انا والله ما انا قايم، ولو حصل ايه والقطر كله اتلم عليه. ده هي حاجزه تذكره لو سمحت قوم، لا والله انا مش قايم انا عايزه اقعد، انا هقعد. فما عادش عندكم نخوه ولا عندكم دم. بقى برضو من قله النخوه بتاعتكم ان مثلا ممكن تكون بنت بتتعاكس في الشارع، واولاد بيقولوا الفاظ زي الزفت وعادي بيسوقون بيقولوا الالفاظ دي، وبنات بتبقى معديه في الشارع، بقى دي طريقه كلام. من قله النخوه بتاعتكم ان في ممكن ان انت تتعاكس وتسمع الفاظ جارحه جدا، بس انت ما بتتدخلش تقول لي يا حبيبي عيب اللي انت بتعمله ده، او احترم نفسك يا حبيبي. مش هقول لك طول معاه في الكلام، بس قول زي الرجاله اللي هم ماتوا زمان دول كانوا بيقولوا كده. ما كناش حاسين بالمشاكل اللي حاصله في ظهرنا دي. بس عادي ممكن اي حد يتحرش باي بنت ماشيه في الشارع عادي بتسوق، عشان خاطر ايه؟ اصلها هي لابسه قصير، اصلها مش عارفه شكلها حلو، اصلها مش عارفه ايه، خلاص حقك يا حبيبي تحرش بيها اتفضل. زمان كانت ايا كان البنت لابسه ايه، كان بتلاقي في رجاله اللي هو واقفين. انت بتتكلمش معاها كده، ما ينفعش تقول لها الالفاظ دي، احترم نفسك يا حبيبي. دول كانوا رجاله، دول رجاله كان عندهم لخم، عندهم دم. فانت خليك كده مفتري على صحتك، خليك مكسل حتى تحرك ايدك باي مساعده، خليك كده تنح، خليك كده نطع. افتري على صحتك كمان، وكمان خليك زي الستات. اوعى تفتكروا ان يعني اللي بيقلدوا الستات هم الرجاله بس اللي بيربوا شعرهم واللي هم بيلبسوا زي الستات وبيحطوا رز زي الستات. انت لما بتفتري برضه على صحتك انت بتبقى زي الستات.
انت مش قادر تشد معاها البتاع ده، انت قاعد وهي واقفه، ما انت ست زيها، وانت كده راجل؟ انت بتفتري على صحتك، بتفتري على رجولتك. فسبحان الله ربنا منزل في مصر دلوقتي وفي البلاد العربيه امراض عمرنا ما سمعنا عنها، وامراض تخص الرجاله، امراض محرجه جدا يعني. عشان ده سبب بقى الامراض دي، انك ما عدتش عندك نخوه، ما عدتش عايش حياه الرجوله، ما عادش عندك نخوه، ما عادش عندك دم، بقيت نطع. عشان كده بقيت بتمرض، ولسه هتمرض كمان وكمان طول ما انت ناطع. واقول لك ايه، متشبه بالنساء بقى، انت كده في الحاله دي تبقى انت متشبه بالنساء. وانت بقى طبعا بتعمل الحاجات دي فاكر نفسك ناصح، فاكر ان محدش يستغلك. مش بقول لك تكون شيال ولا تبقى طول الوقت عمال بتشيل حاجات من الناس في الشارع، بس يبقى عندك دم زي زمان. طبيعتك الاقوى من الست بتتحكم عليك كده. ما ينفعش اشوف راجل عجوز او ست ضعيفه في الشارع محتاجيني في حاجه، وانا الذوق الطبيعي، الذوق الطبيعي، او شايلين حاجه تقيله عليهم. انا البنت نفسي لما بلاقي ست كبيره، ست كبيره في الشارع شايله حاجه تقيله عليها، بشيل معاها وانا بنت، وانا ظهري بيوجعني، بس عيب عيب، ما ينفعش، هي ست كبيره اكيد اضعف مني. فبراعي صحتي، بقول الحمد لله ربنا فعلا بيديني صحه اكتر. فمش حال انت المفروض انتوا صحتكم احسن؟ المفروض كان زمان عندنا نخوه، الحاجات دي كانت بديهيه، ما كانش حد بيتكلم فيها حتى، لان ده كان الطبيعي، ده الذوق الطبيعي. انا اعرف حتى ستات كبار يعني عادي عايشين لوحدهم. ولما يعني واحده فيهم مثلا صاحبه مامتي، سالتها قلت لها يا طنط طب انت عايشه ازاي، وكمان بتروح السوق ما شاء الله عليها، بتشد الحاجات دي ازاي، راح عليه السوق يعني بقى تعب عليه وكده. قالت لي ولاد الحلال كتير، والله انا ايه بشيل حاجه مثلا بطلع مثلا ميكروباص او بركب تاكسي في ناس بتناولني. يعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يعني ربنا موقف لها ولاد الحلال. يعني تقريبا احنا لو مشينا ولاد الحلال دي الست دي مش هتعرف تروح السوق. هيبقى بقى نظام دليفري بقى، معاشها بقى تقدر تدفع فلوس او ما تدفعش فلوس الدليفري او ايا كان، بس هيبقى ايه، هيبقى نظام كده. لكن هي تقريبا من اسرار ان هي عارفه تروح السوق ان في ناس ولاد حلال، في ناس مصريين ولاد حلال ما شاء الله، ربنا يبارك، لا يبارك في صحتهم ويديهم الصحه وطول العمر ويزيدهم ويبارك لهم في كل حاجه في ايديهم وفي صحتهم، بيساعدوها، بيناولوها الحاجه، مش سايبينها كده. الرسول عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ قال توقير الكبير، قال ليس منا من لا يوقر كبيره، اللي هم الناس كبار السن، ويرحم الضعيف او يرحم الصغير. ده يبقى كده ليس منا، ان انتوا حافظين القرآن وعارفين كل احاديث الرسول. فخلي عندكم رحمة وخلي عندكم نخوة عشان صحتكم، عشان نفسكم، عشان ربنا ما ينزلش عليكم لعنة ان انتوا بتفتروا على ان انتوا رجالة بتحاولوا تتشبهوا بالستات. ماشي؟ ماشي يا حبيبتي.